بدب دمس حالات كما يحديكم كما يوعيلكم زي رجع دمس حالات كاب هاجر شوداني رجعهم رجعنا رجع دمس حالات أبي فين سمعنا شو مترمج هاي زركب كوين بخلتيهم إلا ينقق إحنا تقريبا عربين كل جزء قدام كاب ساعات حدا كساب ساعات كلتن ربعين زفنو رجعي لو مقدام 10 شعات تحدار كتشحن 10 شمنتين عم تبرد فرنجي ساعات حدا دحر قطري بتفرلم يتمدبنا انه راديوهم ردينا انه نجمل راديوهم ردينا رد دمص حرنات كاب هاجر شودن نعهم قدساتها تلتو بتوفاينت نمقلقال تقمتن استرقاق زيناتات مس مناوران حلواتنا حزبنا هاجرنان ባህልናን ዝዛመዱ ማህርት አስተምሮታት እናለቀመ በሙሩጻት ባህላውን ሰውራውን ዜማታት አሰኒና ከነቅርበልኩም ክንፍትን ኢና مسنا يلوم متبعتنا من رأي كقدامي كم تلمود سمراو زينان أجد استحبرت عن كل والنايم كاتشيلناون كسلف ديمقراطية سلف حزب إرترا رأس عن كاس كنم ببالكم هنا بتوسخ زلكم رئيتو حبريتا ناي سلامن سناي منيتن مجلسي مزلكم بدرو اب تليفون قصري بعد شوعات سوسان كلتن 50 جعتن سوسان 5 سوسان 4 ويدما بعد شوعات سوسان شدشتن 23 سوسان جعتن 30 شدشتن بمدوال ويون بإيميل دمص حارنت جيميل كوم صحيبكم مسد البرنا بحنقو فايلنا نقبلو كتا سمعنا مستدليتها بتروبنا مستدليها اب أريتا مقطع سمعنا من سداليها ب www.radio88.0 كم نجزء كترهبنا من سداليون بناي سدالة قطر سلكي بعد 30 حدا 20 شدشتن 10 ساعة كدولو تقولو دعرفنا مدبنا مش الراشقة بناي فيسبوكن يوتيوبن كسمعوا خم تقولو نعبركم موضع مدبنا خصونحو عند عدبنا دحر قروب عبر السزينا كانتوكم انه حزن مجلسي أتو قبل إجابير قبل سلاسة معنا جعمل أبستفر عليه حكمنا وتكالات اللي يدحر مصنح بتشمن تحدار كتشحن 10 شمن ترى بدي سابع عريفهم أبتزعرفوا العلت كا أبت كريستيان قدس جبريل ببيت سلم فتوتهم بزحت إرتراويات أبسترخبلو حمد أقدام لبيسهم تاريخي هوتهم كم زحبرو بشحن 940 شعاتن أب كباب اسمرا بيت مها استولدو أتو قبر إجابير كاب تقاد لحالة إفترا
ሰውራ ባይቶ ጀሚሮም ክሳብ ዕለት ሞቶም ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ኣብቲ ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ሰላምን ኤርትራ ህዝባን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብዝለዓለ ደረጃ ክሳተፉ ዝጸንሑ ኤርትራዊ ነይሮም። ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ስላሴ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ህዝባዊ ሓልዮት ነብሶም ንምኽኣል እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ መዳያትን ክሳተፉ ዝጸንሑ ህርኩት ነይሮም። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሞት ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እንዳገለጹ ናይቲ ሓዘን ተኻፈልቲ ብምዃን ቤተሰቦም ጽንዓት ንመዋቲ ከዓ መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ክብርን ዝኽርን ንሰማዕታትና መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣቦ እምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ከምኡውን ሰልፊ ድምፂ ሓርነት ድሙቕ ድራር ዕድመ ናይ ኣካለ ጽጉማን ኣብ ከለን ጀርመን أجدها سحابيتها نقول إرترا وزيجا نعلت إسران 4 ورح 11 حدار أتول ديسوس ناب ناي بالتوك عندهم سرزلو كل تساتفاي أب إريتريان ديسكاشن كورنر روم كتساتفو بخبري عندهم أبلان هكذا قال مراحتن تشعط عمت زقبر عقابة الجيسو ملاح سرعة أسمران بكل الأمحران وقعونا يسرح مبصح بمبال أب قندرن بهردان بزحيو سدت إرتران قصالي ناب أوغندا
መንግስቲ ፈረንሳ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራሕ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘይፀንሖም ልዕሊ 16,000 ስደተኛታትን ናብ ዝመፁሉ ሃገራት ከም ዝተጎገየ ሓድሽ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ክሪስቶፈር ካስትለር ገሊጹ። بجبن كعزينا ستطرطروا سبا سلطان إثيوبيا تأثيرهم. ኢትዮጵያቲ ኣብ ዶባት ክከድ ፀንሐ ፍኑው ናይ ዕዳጋ ምልዋጥ ሕጋዊ መልክዕ ዘትሕዝ ሕጊ ኣብ ምንዳፍ ዘለዉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ዜና ብዝርዝር 17 ሕዳር 2018 ዜና ብዝርዝር ኣብቲ ብዕለት 10 ወርሒ 11 2018 ኣብ ሃንጋስ 45 ፕሊስ 400 ከተማ ከለን ሃገረ ጀርመን ብማሕበር ኣካል ጽጉማን ኤርትራን ብምሉእ ምትሕብባር ማሕበረሰብ ኮለንን ንጅጋኑ ወጋኣት ሓርነት መደበር ከሰላ ንምሕጋዝ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ዝተገብረ ቅዱስ ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ። ኣብዚ ሓው ኣፈወርቂ ኣባይ ቦምበር ማሕበር ኣካል ጽጉማን ሃገረ ጀርመንን ሓው መዓሻ ኣስራት ተሓዝ ገንዘብን ተረኺቦም ብህልው ኩነታት መደበር ከሰላን ኣቋም ማሕበር ኣካል ጽጉማን ብቃልን ብተንቀሳቐሲ ስእልን ንዕድማት ገሊፆም። ብድሕሪ ዚ ብውሕዳት ቅዱሳት ዓበይቲ ሰብ ንያትን ዝኾኑ ዕድመኛታት ዝተወፈየ ገንዘብ 910 ኤሮ ተዋፂኡ። እዚ ዝተገብረ ኣዝዩ ብርኩት ሓገዝ ንውጋኣት ሓርነት ድራርን ዓብዪ ሞራልን ክኸውን እንከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ዝኾኑ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ዓብዪ ጉዳያት ምዃኑ ርእዩ ሞያ እዩ። ብዘይካዚ በቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ መሰረት እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ብምሕዳር ዘይተረኽቡ ብባንክ ኣቢሎም ክሰዱ ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ማሕበር ሰብ ከለን ቦንን ከባቢ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህግጋትን ገለ መራሕትን 9 ዓመት ዝገበረ ዕቃበ ኣልጊሱ። እቲ ብዕለት 14 ሕዳር 2018 ዘርገሰ ዕቃበ ብ2009 ዝተገብረ እኳ ይኹን እምበር እዚ ፋሉል ስርዓት ኣመሉ ኣይገደፈን። ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንስለ ህዝቢ ክብል ሎሚ ዘርዓሎ ከምቲ ገለ ቁኑዕ ትርጉም እገዳ ዝፈልጡ ክኢላታት ዝብልዎ ዘይኮነስ እገዳ እዩ ነይሩ። ክብሪ ደቂ ሃገርን ንጹሃት ሃገራውያን ዘይብላ ሃገር ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ጨካን ቀጻልን ምቕፋድን ምጭፍጫፍን ዘሎ ረዚን እገዳ ይጽበብ ከም ዘለውን ኣይተረድኡን ይመስለኒ። ደገፍቲ መላኺ ስርዓት ከም ኣመሎም ከም ዝሰዓሩ መሲልዎም ክዕንድሩ ተዓዚብና። ዝገርም ክሕጎሱ ባህርያው እኳ እንተኾነ ፓላጎናት ናይ ከተማ ዮቶበርን መሳኪን ጌም ኦቨር ዝብል ማልያታት ለቢሶም ክውጭጩ ተራእዮም። እቲ ጌም ኦቨር ግና ሰንካም ሰራም ቃል መራሕዮም ስካም
عدا خمزلوا أيبصحمن ملاخ سرعة أسمران بكل الأمحران وقعوا نايسراح مبصح بمبال أبغندرن بحردان بزحيو أتي بشقان مرحي عربة الشعب تحضر ناب غندر أبزأتوا له قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد لعلوت سب السلطان كل الأمحران تقبلهم مسؤون ناي سمال بريزيدنت كم زنبرة تحبيرو شقان سرعة أسمرة أبغندر قلم عبالتات وطاتن مقابر أبحقو كم زبصحي تحبيرو ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሰላም ካብ ዝምለሳ እዚ ጨቋኒ ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ዝበፅሓሉ ዘሎ ኣብዚ ሰለስተ ኣዋርሕ ንሳልሳይ እዋን እዩ እንተኾነ እቲ ግናይ ሰራም ፕሬዚደንት ኣየ ባህሊ ጎረቤት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ነጢሩ ናብ ካልኦት ኦሮሞን ኣምሓራን ምምልላሱ መቐፀልታ ናይቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምቕንፃል ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀወታን መናወራን ምዃኑ استفلا وجنات يردو بالله أبز أوان زي أمانكو كالوت أمحران تجراي مفتاح تخطيط له أبز الله أوان بريزيدنت إسياس ناب كل الأمحران مبصح يكايك بمهلاو بحر أوان حتى كان يسعى كله كم زخيل تن تيتنكو أقدمو أفنيا بايتو وركلم مامو اتمرحو لعلواي لوخ كل الأمحران بإرترا مبصح مست بريزيدنت تزاري مريم بحر سمع سلام إرتران إثيوبيان وكلت خلوت أمحران أورومون ناب إرترا كبوصحو كلو وكلت خلل تجراي جنا كسب زاوان ناب إرترا أي بوصحون قلتلو نبهري قلتلو ثلاث هجرات صومال إثيوبيا إرتران ركبان زدلدلالو سمع كم زخت تماول تفليتو سدت إرتراويان قصالنا أوغندا أبز حلفة ورحي مسكرم 340 إيرتراويان أبكتما كامبالا أبز ركب مأكل سدتنيات حتوهم حتى عقبا 5 أوروبو وكل العلواي كوميشن سدتنيات حبرات هاجرات كابت هاجر قليسو أبتورحي تياطرح شحن كل تمت 4 سدتنيات عقبا محتاج لاب أوغندا كم زعتو استحبره إتو كوميشن كاب زعتهم شو عدت 240 حمشتن زيجاتات سومال قانون كله وتم 100 رواندويان يوم هذا زوج حقتهم أو كتما كامبالا عقبا زحتو تزلو إيرتراويان بمنقد السودان إثيوبيان أوغندا زعتويهم بزي كازي ناي موسي فيزا عدل زروهو إيرتراويانون أوغندا دحرمتهم عقبا يحطو كم زلوي غلز أوغندا نزيغاتات مبرق أفريقيا بزي فيزا كأتو يعتفكر بسنكو دما حانتي خابتن زيغاتات إرترا ببزح يسدو دولو هاجرات أفريقيا خوينا الله سمع سلامن إثيوبيان تختيمو دوبات دحر مخفاتو أب إثيوبيا أوغندا كينيا عوباناي زحاتو بزح إرتراوان يزاي كم زلون يقلت منقص فرنسا أبز عامة زيطرا حقاو من برفقات زي صانو حمل على 16 سنة تناب زمطولو هاجرات كم سوغا حديث منستر وشتاو قدايات تهاجر كريستوفوس كاستنر قليسو نسو بشدش تحضار هاجراو بايتو فرنسا أبزحبو قال أبزحلفا عمت لأن 14 سنتينيات بستماسا سالي منقدين نبعدون كم زي سوغا من الرقاز أبزحمت زدما 10% مزيادو أفليتو منقص فرنسا مسبوق نمكرتاف أستات كلتا ميتي جزيوا أبيات ماسرت عقيمو كم زلو زحبره اتي منسترين وصاي بزحي زقوقو سدتنيات كابز زلو وكزايك مخانو أميتو بريزيدنت أمانيال ماكرون أب سلطان كابز منقص فرنسا حدش حقتات سدتنيات كم زاوجة يفلت فرنسا عامتان على 8 إيرتراويان عقبا كم زحاتو زفلت كوينو دحر زحدش أواج أمايت كباتهم زعروا حتى عوبا تقبلنا تاير خبان يكون مبر أمانكو منقصات فرنسان إرتران سدتنيات نايم مملاس ممع سلازي لا بقديتانا بإرتراس تبقس سدتنيا كم زي لا صاب كفله أوميغريشن اتهاجر يملكت
ብዙሓት ካብኣቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስም ኤርትራውነት ዕቑባ ዝሓቱ ዜጋታት ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ይርከብዎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ ክፍሊ ስደተኛታት ሓቲት ዕቑባ ፈረንሳ የመልክት ፈረንሳ ኣቐዲሙ ብዝጸንሐ ክፉት ናይ ዕቑባ ዕድላት ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝተመዝጉ ዜጋታት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ክውሕዙ ጸኒሖም እዮም ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝይና ዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ጃን ዳኘው ሓውን ኢሳያስ ዳኘው ጋዜጠኛ ፍጹም ኤርትራን ብፖሊስ ፌደራል ትግራይ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣብ ከባቢ ሑመራ ተታሒዞም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ንሶም ካሃድሙ ክፍትኑ ከሎ ከም ዝተታሕዙ ይንገር ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ከዓ ካብኡ ቀጥታ ንኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ብሕጊ ጠበቓ ክፍቀደሎም ሓቲቶም ኣለዉ ምስ እውን 7 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ቤት ፍርዲ ንሕቶም ተቐቢሉ መንግስቲ ጠበቓ ክገብረሎም ኣፍቂዱ ንሓሙስ ዕለት 15 ነቶም ጥርጡራት ክሶም ክንበበሎም ምዃኑ እውን ተገሊጹ ተጋዳላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ እዞም ጀነራል ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ሓፂነ መፂንን ኢንጂነርን ማቲክ ኮይኖም ክሰርሑ ጸኒሖም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብወለንቶም ኣብ መንነቶም ለቒቖም ኣብ ክንዶም ዶክተር በቀለ ቡላይ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኮርፖሬሽን ኮይኖም ድማ ተሸይሞም ብገበን ግዕዝይና ዝተጠርጠሩ 27 ሰራሕተኛታት ሜቲክ ቅድም ክብል ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኮርፖሬሽን ሓፂን መፂን ኢንጂነሪ ኢትዮጵያ ሜቲክ ናይ 37 ቢልዮን ብር ዕድጊት ብዘይ ጨረታ ተፈጺሙ ክብል ይኽሰስ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዶባት ክካየድ ዝጸንሐ ፍኑው ናይ ዕዳጋ ምልዋጥ ሕጋዊ መልክዕ ዘትሕዝ ሕጊ ኣብ ምፍጻም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክካየድ ዝጸንሐ ፍኑው ናይ ዕዳጋ ምልዋጥ ሕጋዊ መልክዕ ከትሕዝ ሕጊ ንደፍ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊፆም ሚኒስተር ኣታዊ ውሽጣዊ ሃገር ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ንማዕከናት ዜና ሃገር ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ነቲ ካብን ናብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመላለስ መንገዲ ዝመላለስ ዘሎ ኣቑሑ ግቡእ ግብርን ቀለፅን ክትመነሉ ምዃኑ ኣብሪሃ ንስኻ ኣብ መግለፂያ ነቲ ዝውሰን ናይ ቀረፅ ደረጃ ምስ ናይ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝመሳሰል ከም ዝኸውን ሓቢራ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ ምልውዋጥ ንግዲ ዝነድፉ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዞባዊ መንግስትን ትግራይን ዝተዋፅኡ ኮሚቴ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብምድናዕ ድሮ ስራሓ ከም ዘላ ሰሪዓ ከም ዘላ ይግለጽ እቲ ሕጊ ቅሬታ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ ንምልውዋጥ ዘወፉ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዞባዊ ትግራይን ዝተዋፅኡ ኮሚቴ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብምጽናዕ ድሮ ስራሓ ጀሚራ ከም ዘላ ይግለጽ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ክሳብ ዝውዕል ነዚ ፍኑው ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰብን ንብረትን ንምክትታል ክጥዕም ዶባት ክልቲአን ሃገራት ካብ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ጥራሕ ክፉት ክኸውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ ወየግናይ ስርዓት ትግደፍ ከዓ ኣብ ከባቢ መርሓኖ ዕዳጋ ከፊቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእከላዊ ግዜ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ብምውካል ኣብ ኮሎራዶ ተመሊሱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእከላዊ ግዜ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ብምውካል ኣብ ኮሎራዶ ካልኣይ ዲስትሪክት ዝተወዳደረ ኤርትራዊ ዝመበቀሉ ዮሴፍ ንጉሴ ተመሪጹ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ወዲ 34 ዓመት ዮሴፍ ንጉሴ ኣብ ታሪክ ኮሎራዶ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣባል ባይቶ ኮይኑ ወይ እውን ኮንግረስ ኮይኑ ዝተመርጸ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብዕድመ እውን ካብቶም ዝነኣሱ ኣባላት እዩ
نسو دحر معواتو ابزس مع مدارس سدتنيات كوينه ناب امريكا زموصو سدرابيت زغبرو محبابن نايز درجال نخبصح زغبرو صعر متحغاز امسغينو اذا خمزي لكولو امينستري ون امينستاون صومال زببقلا امريكاوي الحان عمر ني ديمقراسي بمقال ابال بايتو خوينا كونغرس خوينا تمريصا 36 عام زعدميا الحان عمر نايفه لما قال ستيتن امانيت مسلمنان ابال كونغرسن امريكا بمخانا تاريخ صريح الله نساون كم يسيف لغسي بسدتنا امريكا كابزا اتو سوماليان سدرابيتات ويا توليدا كورات هذا بدنا نايلومي ناي زينا مدبنا ابزن دمدم ويعني لا مزمص مدبنا هذا
كورة تلت مدمنا بعد هجونا بتاع رئيس أنكت ما يصير في ديمقراطية زبير ترى إنه كانت حكومنا بحرزة نقول لهم قعر كبنا له بلا له ودقبرو قعر كبنا له قالنا رئيلنا من البات كم بس حزيك قالنا معتنا قالت له ما ننزل مطعمني حبار ما قد نقلتات كلنا ينزي أسكب حبار مش معايا حبار من قد زد له نقلتات رئيس أنكت سلف ديمقراطية زبير ترى أبز وانزي إرتراوان أوشتي يكون أوز أستفعل على نايلوت نقلتات يرئلو إذا نقلتات حدثت كون تكونوا أبن ركبال زلنا ناي تسفان بدهن وان مرأيهم فليق جمز وهابميهم لومي أوشتي إرترات لو جمز سنحيل السانات حزبنا تفتحي دقيمسي إذا سبا يقل انت زي غيرو عدل كن هو يقبعنا أني يزبل عدل على المزوتال لموت كوين له كونتات كريمهم سواء إذا هاجرنا بيجوز إيه وزداد ليو زبل عميق سكفتا زحدرهم ولا علو كوتا الزرباخي كدني لو تشقريرهم سمه قدف كالعلوكوا زكفو زنبر وجن زدفرلو أتم نه قدف مبادئ تحت زرباناي سلا زنبرو رؤسهم زدنو لو كونتات فترة كم زلوا كاب حمبرتي إرترا أسمر عزمة صحابة تاير الدالو إذا تصفى حزبين كعكوخ زقبؤه نايلوت ملكتي كاب إرترا وتعي أب عباي بريطانيا زلو تقاتلت حزبها جنبال حارنة إرترا زنورو بقى هذا أسماتهم من كتاماتهم من أسنيم أبز قربا جزي خصوص تعوعي تقاتلت حزبها جنبال نبر تعباي بريطانيا نملا يقول كمان سلطان السياس كاب زبل زوج ومجلسي أب حجر جرمز زنقاس عصو إرتراويان بوليتيكا ودبات سفيكا ومحبراتين United Eritrean Voice in Germany مسمار إرتراو دمستات أب جرمن أب تحت زبل على استزوجه نايم مسرات حبيركا التم صوت صلال استأمته مجلسي كم أبنت حبرا ونقلتات التومو زيت قصيم بخورنا أو أنصار كجلة هجدف استقعدون استصوع زلو أخيبات سلفتاتون كابز استفادة إعلامة يبلومن استفال عليه بوليتيكا ودباتن سلفتاتن حبير كان مسرح زكايد أزلوا تعرتاتون كابز استفال عليه إعلامة يبلون أبز حلف سمونات هاجراو دحنة إرترا دحر حدري حدنة إرتراوان فتحين سلف ديمقراطية زبي إرتران ناب استفال عليه وقنات بقداي إرتراوان ستتنيا سبعة أو مسألة كأربوت صنعوني حبار مذكرات كا تسفى زب تبوكساتي تبوكسات زين خدمة عقم كركمن ناب حدا قطعتا كان ناي قدني زحلفة تمكرنا أنت مزينا سجبنا أب إرترا لوت زي مثل عين برن نلوت زي من قال نزل مثل زي مودابن أخيباتها زي مكيادون عين برن كند سجبنا ما حبر 30 شطن أب تبوكساتنا حدا سريح وزاد معتزاري وزاد سمع مدرك رقاني زي مبقعنا كم نقبل بزي مبقعنا كندتهم كونو زقبعنا كنا نهزبنا كوسعة هجدف نهجرنا كاب حدقة نايم دحين كنا أبركتنا تحت قمتنا مسنحو كنت تعصلوا زي كونه كيد الجم كنا مهارول زقبعنا تمكرين إذا بالكول زلنا إرترا وخنا كبابيا وخلطات كازيادة كل جزء كاب زحلفة تمكرو كنا مهار زقد لنا سلازي إذا قتينا استقسنين كلنا يلوط تبوكساتن ناو حدا نايلوط ربع كم زفسس أما ثني حبار وحج نقول هجدفن صار حزب تجواراتن قاحيت وكخيد كام مسعر كلمة متكاتا يبلنا
أبزد زلنا نايلو تقالسين بحبار نمستاف تحدث أوعي تخلق كتصوع وين تحدث لما نتخلق تلماني أنت إنه خنا له زي كونه بخلونا قربنا كله اللي قدر له حلاف نتي أنت بقرحي أنت سبقرهي نحبير كام سرح أفضل جيو ساعات أوين هايلو توجناون دايم لهم كحواز قبعنا جزيء نايز قربنا عدلاين لتن مغنياتات حتصير نصرنيو أتمدحان هاجرن لو تنقدم كويننا بخلنا سلازغنا أبزق وانزي نريتا أبزق وانزي وجله قدف أبكد ملوطي تاو كبرلو زغير بايتان مغنياتات كم زي بلو استقهدر له مخاني التصفى نازي كونتات زين حزبنا هاجرنا نبزحش مدرك زسغاكر لوطي غريتا لوطي حايلتات زلو كبيت بدهايو غريتا نازي كونتات زين حزبنا هاجرنا نبزحش مدرك زسغاكر لوطي ممصي كنت قملو زبخال زي مخالنكا اتي اب قدمنا لوطي حايلتات زلو كبيت بدهايو قدمون وجله هكذا كساب حجة زي قبول مغنياتات اندا سنعه بقداي هاجرنا كلاغص ابلع حزبنا كداخرن لصنحه بناتو برتع زي كونه بنانا دخمتن مخانو كنمنلو زغبانايو لومي بايتو زياده ابزح مملو نهجدف نزعدل انتهيبنا يخا حمقنا تحتاتنا بخندو درجه ايو قوليحو خري كمتي سبعين دليخن شحمن دليخن صليخن زبحال بيت حد وجن أبتمرر هيوت أبجزء هكذا كتناقف اندا بحكا بيت خال وجن كا تبزوح صراور زلوا هكذا فلوتي كتقبل كام صباي قبول هيكونن هكذا لوت زي جبر كم تزبلون لوت زبقعي تطح كونتاس سلا زي قاطمن جزء سلا زحطرن زي كونه كل انتناول لوت زي قبلن كاب لوطي زي تكمن سلازغونه مهانو بقبق كنغزبوي لومي مسرح لوطي نهجدف كنقددو انبر كنصبيه خم زي قبعنا بتري كنغزبوم زقبعنا حدي دحلا كوكو بميله حاجات مدبنا مدب نصحنا ناي لومي ناي سومن زينا ناس دندنا لنا كسات مدبنا نراحت سنداي كره مسنيبان نحقكم كما قرب سماي بدل حزبنا تقلت ماي أغرام سمعنا يمانا خايب لنا سدتنا ود حساب كنداي تقداتنا قدم أمي تملنا سلزغونه جاخاب زين خندحن كرتات ناس كي بلوبونا بسمونا نرايو وسناي كنا سناي سنامن لومي وانت خوني عبدي معقول دوان حمد عيدرفن غينات كامونا سلذي
مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية، إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية بث إذاعي يأتيكم من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت السويد من كل سبت. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية، ثم يتلوه بالعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. المستمعين الكرام، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الأخبار المعد لهذا اليوم، ثم يتلوه أغاني إريتريا هادفة، يتلوه مقال أسبوعي. متابعة طيبة مستمعينا الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل الغنائي. أهلا بكم في الأخبار. مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا. قرر يوم الأربعاء الماضي بالاجتماع على قرار رفع العقوبات عن دولة إريتريا، والتي تم فرضها. وقد أنهى المجلس مشاوراته يوم الاثنين الماضي لمسودة قرار تقدمت به بريطانيا في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن 15 اختتموا مشاوراتهم يوم الاثنين الماضي بالاتفاق على مشروع القرار البريطاني الذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على إريتريا. وينص القرار الذي صوت عليه المجلس على الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على إريتريا منذ العام 2009.
كما يدعو جيبوتي وإريتريا للعمل معا من أجل حل خلافاتهما وتطبيع العلاقات بينهما. ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير في فبراير المقبل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ثم بعد 6 أشهر. واعتبر مصدر مدني إريتري رفع القرار عمل سياسي قصد منه تشجيع الحكومات القرن الأفريقي الماضي في تطبيع علاقاتها وإيقاف حالة التوترات والحروب التي طبعت الوضع طوال العقود الثلاثة الماضية. إلا أن ذلكما يرفع الإدانة الدولية عن أسمر المثقل بملفات انتهاكات حقوق الإنسان وقيام الحريات العامة، وسوف تظل الكثير من الملفات مفتوحة حسب تعبيره. الذكرى 56 لضم إريتريا للإمبراطورية الإثيوبية في اليوم 13 من نوفمبر الماضي 1962 تم إعلان ضم إريتريا إلى إثيوبيا وحل البرلمان الإريتري، ويعتبر ذلك التاريخ بمثابة ضربة قاسية لتطلعات الشعب الإريتري من أجل الحرية والاستقلال. لا شك أن بعض العملاء من الإريتريين ساهموا في هذه المؤامرة الدنيئة، وهم كانوا على أعلى سلطة في الدولة، وهم العميل أسفها ولد ميكائيل رئيس اللجنة التنفيذية، والعميل حامد فرج رئيس البرلمان الإريتري الصوري، ونائبه العميل ديمتروس. إن قرار ضم إريتريا إلى إثيوبيا بجد الشكل صدمة شديدة، إلا أن عزيمة الشعب الإريتري لم تلن والمعنويات لم تهبط، فأكد الكل عزمه على مواصلة النضال بجميع السبل. فقد كان الجميع يؤمن بأن صراعنا مع الاستعمار الإثيوبي لن ينتهي بسهولة، سوف يطول وتتراكم التضحيات، إلا أنها سوف تثمر يوما عن نيل الشعب الإريتري حقه، فيتحقق النصر والاستقلال والتحرر من الظلم والطغيان الإثيوبي. كما يقال إن التاريخ يعيد نفسه فجأة ودون أي مقدمات تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا بعد حالة اللا حرب واللا سلام التي استمرت 20 عاما. سؤال يطرح نفسه: هل أن المؤامرة الثانية هذه كانت تطبخ على نار هادئة وعرى بها المعتوه المدعو سياسة فرقي والعميل أبره كاسا والعميل الأمين محمد سعيد أيضا كسابقاتها؟ الشعب الإريتري يدفع للمرة الثانية، إلا أنه لم يستسلم لتلك المؤامرة التي تستهدف كيانه الوطني. هذه المرة يبدو أن المؤامرة تأخذ بعدها الدولي والإقليمي نتيجة الصراع الدائر بين القوى الدولية في منطقتنا التي تشكل البعد الاستراتيجي للاقتصاد العالمي. أما هذه المؤامرات التي تستهدف وطننا العزيز، يجب على القوى الوطنية أن توحد صفوفها وتتجاوز خلافاتها الثانوية أمام هذا الخطر القادم الذي يهدد وجودنا جميعا، وأن تؤكد وجودها على الأرض وتحذر الأطراف الدولية والإقليمية المتآمرة بأن مخططها لن ينجح في ظل وجود أصحاب القضية الوطنية. الوضع ليس كما يتصوره البعض على أنه سلام بين بلدين، بل العكس، هو تذويب إريتريا تحت هذه المسميات، وينبغي علينا أن نؤكد وجودنا بجميع السبل المتاحة. النصر للشعب الإريتري العظيم. قمة ثلاثية في غوندر، استئناف الخطوط الإثيوبية بعد 41 سنة انقطاع عن الصومال. عقد يوم الجمعة 9 نوفمبر الماضي في عاصمة إقليم الأمهرة الإثيوبية قمة ثلاثية ضمت رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والسياس أفورقي. القمة تأتي مواصلة للاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث قبل شهرين بأسمرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القرن الأفريقي. ضمن برنامج القمة تأتي زيارة المشروعات التنموية والزراعية في الإقليم المضيف، خاصة المشروعات التنموية في غوندر وبهردار حسب إذاعة فان المقربة من الحكومة الإثيوبية.
استقبل الضيفين الإريتري والصومالي في مطار توادروس الدولي بمدينة غوندر عاصمة إقليم الأمهرة، كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير الخارجية ورقينيه جبيو وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والإقليم. من جهة أخرى، استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية أولى رحلاتها إلى الصومال بعد انقطاع دام أكثر من 40 عاما، الأمر الذي يعكس حجم الرغبة الإثيوبية في توسعة مصالحها في المنطقة، حيث قامت بعمل مماثل إلى المدن الإريترية عقب توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين. وبهذا تصبح إثيوبيا الكاسب الأكبر لوجود الإمكانيات لها مستقرة وفاعلة يفتقدها الشركاء الآخرون. وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة بمناسبة استئناف رحلات الخطوط الإثيوبية إلى الصومال، صرح المدير التنفيذي للخطوط الإثيوبية ولد جبر مريم قال إن استئناف الرحلات الجوية إلى مقديشو سيساهم في تعزيز العلاقات العامة والتجارية بين البلدين إثيوبيا والصومال. وقال تولدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة بمناسبة استئناف الرحلات إلى مقديشو إن الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رسميا اليوم رحلاتها إلى مقديشو، مضيفا بأن استئناف الرحلات إلى مقديشو ستساهم في تعزيز العلاقات العامة والتجارية بين البلدين، وعبر عن ثقته أن تثمر الرحلات الجوية إلى الصومال في تمتين العلاقات بين البلدين، وأن تساعد في عودة المغتربين الصوماليين من جميع العالم إلى وطنهم، كما من هدف هذه الخدمة أن تقدم خدمات الشحن وتصدير السلع الصومالية إلى الخارج، خاصة أن الصومال يعد ضمن الدول المصدرة للأسماك إلى إثيوبيا، مؤكدا أن هذه الخدمات الجوية سوف تبدأ بعد أسبوعين من الآن. فرقي ردا على معارضيه الأولوية للحفاظ على السلام مع إثيوبيا لا الإصلاحات الداخلية. فرقي يحمل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤولية الحروب التي كان يخوضها دول الجوار. تحدث رأس النظام الإريتري سياسة فرقي في مقابلة مع التلفزيون الإريتري يوم السبت الماضي في أول حديث له بعد اتفاقية السلام مع إثيوبيا. تحدث عن مجمل القضايا التي تهم المنطقة، ومضى حديثه إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية في إشعال الحروب والنزاعات بين إريتريا وجيرانها من الدول، إشارة منه إلى ما قامت به السلطات الإريترية من حرب مع كل من دول الجوار إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن وذراعها في الصومال. تحدث عن هذه التهمة بالوضوح دون أن يخطئ نفسه وتاريخه المشاقب. ومضى حديث فرقي دون أن يكون فيها بشريات للشعب الإريتري، وإنما جاء ردا على كل الاتهامات التي يرددها الكثيرون من أن النظام الإريتري لم يواكب الإصلاحات التي ينتظرها الشعب الإريتري من بسط الحرية وإطلاق سراح المعتقلين ورسم الحدود محل النزاع بين إثيوبيا، ووضع حدا للخدمة الوطنية طويلة الأمد. الخطاب لم يعد الشعب الإريتري بالاستجابة لهذه المطالب، لكنه تغافلها تماما، ومضى إلى اتهام من يروج لهذه المطالب بأنه يريد إفساد المصالحة بين نظامه والنظام الإثيوبي وتسميم الأجواء الإيجابية التي تنمو في المنطقة. واتهم أفريقي كعادته القديمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا الإيجاد، اتهمها بالعجز عن الإنجاز منذ تأسيسها. وتطرق إلى أن السلام الجاري في بلاده جزء من جهود وسياسات دولية لها تأثيراتها على المنطقة برمتها وعلى دول حوض النيل والقرن الأفريقي ودول الخليج العربية، فهي أجواء تدعو إلى التفاؤل. وأكد أنه لا بد من حماية السلام قبل الخوض في تفاصيل الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا، موضحا أن اتفاق السلام وعودة العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا مؤخرا ليس بسبب قبول إثيوبيا تنفيذ قرار لجنة ترسيم الحدود فقط، وإنما خلاصة وثمرة لما يحدث من تغييرات برعاية دولية في المنطقة خلال السنوات السبع الماضية،
التي انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق هيلا ماريام دسالين لتبدأ مرحلة جديدة أكثر إيجابية في العلاقات بين البلدين. وبدأ أفورقي منشرحا لهذه النتيجة. وفي تطور معزز لموقف النظام الإريتري تأتي التحضيرات الجارية من طرف مجلس الأمن لرفع العقوبات عن إريتريا. فقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار بعدم تجديد العقوبات على إريتريا حسب ما نشرته فرانس بريس نقلا عن دبلوماسيين، وحسب ما نشر وزير الإعلام الإريتري عما سماها إشارات إيجابية تلقاها نظامه من نيويورك. شهادة دولية بحسن سيرة النظام السياسة أفورقي ابتهاج أسمر برفع الحظر ولا ذكر لحقوق الإنسان. ينتشي النظام الإريتري هذه الأيام برفع العقوبات الدولية التي فرضت عليه بقرار رقم 1907 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 2009، وكان قد تم تمديده في عام 2011، وكان ساري المفعول حتى يوم الأربعاء الماضي 14 من شهر نوفمبر الجاري، التاريخ الذي يتبنى فيه مجلس الأمن الدولي بالإجماع رفع العقوبات الدولية عن إريتريا. استند قرار رفع العقوبات على قراءة مسيرة النظام الإريتري، وقد انتهت بالمجتمعين إلى ملاحظة تغييرات في هذه السيرة الإيجابية في رأيهم، وهي أنه ما عاد يدعم المعارضة الصومالية ولا المنظمات الإرهابية في الصومال. كما نظروا إلى إنجازات السلام بين نظام إريتريا وإثيوبيا والجهود الإيجابية التي جمعت بين دول جيبوتي والصومال وإثيوبيا وإريتريا بصورة معززة لفرص السلام في منطقة القرن الأفريقي، استجابة لتوجهات دولية وتحقيقا لمصالح الكبار. القرار قام بينها ولاية مجموعة الرصد الخاصة بإريتريا، مما يعني أنه لا رقابة على سلوك النظام الإريتري بعد القرار، وأن بإمكان النظام الإريتري التحرك المريح عالميا في كل الأصعدة دون ملاحقات ولا مضايقات ليحقق نفسه التمكين الأكبر. وفي تصريح لوزارة الإعلام النظام الإريتري المرحب بالقرار الصادر في 14 من شهر نوفمبر الجاري اعتبر قرار الحظر أنه كان ظالما وغير مبرر، واتهم 3 إدارات أمريكية سابقة رئاسة كلينتون بوش وأوباما بأنها كانت خلف قرار العقوبات على إريتريا. مستمعين الكرام، هذا ما كان لدينا من أخبار لهذا الأسبوع. أما الآن أترككم مع هذه الأغنية الإريترية. بس حطني سلاكي اللي بقرز لهم قلبو، بس حطني سلاكي اللي بقرز لهم قلبو، ومن مسكاب بيني اللي بيحكي أدبو، قوكي حلص راي مصير جوابو. باليسك في نجي عقلوب حددي وانتو والقابلو تاتتاجي شانت الله سلامك صفلا الحقت اطلبي كانتو قدم حقوكي ولا الاسنين نجبي لولك كديب مدر وهبت كريد كل عبا انت قاكي حلمي لقوباتي يتسبب طلع شعبك قاكو الطرافي نريد شبابينك تتحافي التكريني وقبطك سراي انتي من قومة شعبكي قدم قرقرة ساعدوا لقيت كم علام يتولى بقو حقاكي حبل ما القرم وطلام اللي بيقبها عسرتي كيف بكا والجان لا كلها رمية كيما تشد واطلام وانا كيك الإينت وابا إيه متحكى تاك يا رحمتي كم سلام ديك أكي شيخ وسرايح
حطني سلامكي باقرز لهم قلبو بس حطني سلامكي باقرز لهم قلبو ومن ناس قابلني اللي بيأكي أدو كوكي خلص راي مصير جوابو وقعدك باك جلب بعلي سقفي نجيب بعلي سقفي نجيب أقلوب حتى ديب انتو من قبلو تتهاجي شانت الله سلامكي صبلا الحاجة تطلبي صبلا الحاجة تطلبي كاندو قدم حقوقي مولاي لسنين قبي لولك أكيدي مدر وبكريت كل أذى انت كحلمي لقوماتي الزبط لا شاك قاكو الطرافي لو يتشبهي لك التحافي شاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا سرايو عبالي قدم طايا والبيت كوامك رايو حنبي قبل بشاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا سرايو شاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا سرايو عبالي قدم طايا والبيت كوامك رايو حنبي قبل بشاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا سرايو شاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا سرايو عبالي قدم طايا والبيت كوامك رايو حنبي قبل بشاكي كم هوت بدوك رايو بوكي هلا ركوبة سلومة أنا سعيد برهان هل كوميدينا إيه من الله وحر كتلغانت شاكة تي في يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باستان وريوحام آلف قدوي قروب عفوي. أنا إدريس محمد أحمد التالي. إن شاء الله من إلا يوم قورنا هدايس كوميدينا إيه أتكلم لك أنا شاكة تي في يقول لك banana اتكبتو للا نمرمرا عسترت تدلك سابقي راكي كوميدينا اتلك عزرة شاكتنا اقل تنكرتو جقافو وروا بيبا يا جا وحنا شكل حمر هدو الحيسنا كما مالي هدو العوتنا العراق ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة قضايا المتعلقة بالإريتريين في بغداد. وفي مذكرة أرسلت إلى رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون حقوق اللاجئين وإلى وزير الخارجية العراق طلب الحزب الديمقراطي الشعب الديمقراطي الإريتري الانتباه بشكل عاجل واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشاكل ووثائق المجتمع الإريتري الصغير في بغداد.
ووجهت مذكرة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المؤرخة 15 من نوفمبر الجاري إلى وزير خارجية العراق محمد الحكيم وإلى المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة فيليبو غراندي مع نسخ إلى مساعديه للحماية القانونية. ولاحظت اللجنة أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من بغداد يواجه الإريتريون المقيمون منذ فترة طويلة مشاكل في الوثائق لأن المكتب المحلي للمفوضية تأخر في تجديد أوراقهم المنتهية الصلاحية بينما تطالب السلطات العراقية بتجديد وثائق اللاجئين للسماح لهم لديهم وضع اللاجئ في البلاد. ويقول اللاجئون الإريتريين ومعظمهم من قدام المحاربين في كفاح التحرير الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد عام 1991 أو بعد استقلال إريتريا إن مكتب المفوضية في العراق لا يجدد وثائق اللاجئين التي يزعمون فيها أن الوضع يتغير في إريتريا وأنهم قد يعودون إلى ديارهم هكذا. وأكدت مذكرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن الوضع في إريتريا لا يتغير وأناشد بقوة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة العراق بمعالجة مشاكل التوثيق التي يواجهها العدد القديم من اللاجئين الإريتريين في بغداد. رغم نهاية العقوبات الإصلاحات في إريتريا بعيدة المنال. مقال أقرأ على حضراتكم بقلم جبريل محمد. بلدنا من المربى وبالقلوب بلود توكر وكرد الفن لو يكون لسلوب بلود أسر سبت عبيد قبل كوجد بلدنا من المربى وبالقلوب بلود توكر وكرد الفن لو يكون لسلوب بلود أسر سبت عبيد قبل كوجد. حذرت وكالة الأنباء الفرنسية من أن رفع الأمم المتحدة للعقوبات عن إريتريا وإنهاء عزلتها لن يدفع الدولة للواقع على البحر الأحمر ولديها سجل حقوقي سيء جدا لتغيير هذه السياسات، خاصة مع عدم وجود ضمانات. ورفعت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي الحظر المفروض على تصدير الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المستهدفة التي فرضت قبل 9 أعوام لمعاقبة إريتريا بسبب دعمها للمجاهدين في الصومال، وهو اتهام رفضته أسمر دائما. لكن المحللين يحذرون من أنه لن يكون أي تغييرات كبيرة في إريتريا رغم إعادة العلاقات في القرن الأفريقي منذ تحركت إثيوبيا لإعادة العلاقات مع جارتها هذا الصيف. ونقلت الوكالة عن مات برايدن مدير مركز أبحاث قوله: التوقعات في إريتريا أنه سيكون هناك بعض التغيير، ولكن حتى الآن لا توجد أي علامات على ذلك. وسقطت إريتريا في قمع وانعزالية بعد حرب حدود 1998 حتى 2000 مع جارتها الأكبر إثيوبيا، ومع اشتعال الصراع بين الدولتين حول الأراضي المتنازع عليها قام نظام إريتريا بسجن السياسيين المعارضين
والصحفيين المستقلين، وأجبر الكثير من السكان على الخدمة الوطنية الدائمة، وأدى القمع إلى فرار مئات الآلاف من الإريتريين الذين قام العديد منهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثا عن اللجوء وحياة أفضل. ومع عدم وجود دستور أو برلمان، فإن السلطة لتغيير إريتريا تقع بالكامل في يد سياسة فرقي. وتوقع ويتولدو الأستاذ المساعد في جامعة كوينز بكندا أن يكون هناك الكثير من الخطابات الرنانة، لكن من الناحية العملية لا أرى الكثير من التغيير. وإريتريا بين أفقر دول العالم، وألقت أسمرة باللائمة في العقوبات في إعاقات التنمية، لكن أويت التي فرت من البلاد كلاجئة رفضت هذه الرؤية وقالت العقوبات لم تتسبب في أي من الصعوبات التي تواجهها إريتريا. ورغم الحديث عن السلام والنظام جديد في القرن الأفريقي بسبب إصلاحات أبي أحمد الشاملة، إلا أن إريتريا لم تدخل بعد أي تغييرات. ولا يزال المعارضون في السجون، ولا يزال الشباب والشابات مجبرين على الخدمة الوطنية. وبدلا من ذلك لا يزال النقاد يعتقلون، ولا يزال الإريتريون يفرون. وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 14,000 شخصا قادر منذ إعادة فتح الحدود مع إثيوبيا في سبتمبر الماضي. وبحسب الوكالة على المسرح العالمي سوف تستفيد إريتريا من تخفيف العقوبات بغض النظر عن سياساتها المحلية. وقال كونيل إن إبقاء العقوبات في مكانها لم يكن في صالح الولايات المتحدة، وعد إريتريا الأخيرة بأنها النزاع الحدودي مع جيبوتي جعلها صفقة مكتملة. وأضاف الهدف عن في واشنطن حاليا هو إعادة دمج إريتريا في المنطقة، وإعادة هيكلة العلاقات الثنائية، وإقامة حصن إقليم ضد التطرف. أسر شامدي بالتالي تاما ليدي جيد اللي بريد قبل البيت تتقلي أسر شامدي بالتالي تاما ليدي جيد اللي حليب حمل ميلة حريق من السناتة كابوتا يلي تلولي شوقا عنيب إلا كحول عنداتا لالي ومعل أنوكي ينقي كوري مدي بيشبتا لالي ومعل أنوكي ينقي كوري مدي بيشبتا كابوتا يا عب حليب حمل ميلة حريق من السناتة كابوتا يلي تلولي شوقا عريب إلا كحول عنداتا لالي ومحل أنوكي ينقي كوري مدي بيشبتا لالي ومحل أنوكي ينقي كوري مدي بيشبتا بريد قبل بيت تتقلي أثر شامدي بالتالي تاما ليدي جيد اللي المستمعين الكرام، إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا في تحت الهواء عبر 07-20-22-33-75. أما في أوقات البث المباشر يمكنكم المشاركة أيضا عبر 01-30-26-10-90 من داخل السويد. أما من خارج السويد فمتاح السويد هو 046. كما يمكنكم أيضا المستمعين الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت، ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في كل نهاية أسبوع. أما لنا المستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا المعدة بالعربية والتقنية الذي يعد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.